مستمرين معاكم في دار الطفل اليتيم، والحفله بتاع النهارده حفله كبيره جدا. معانا اتنين نتعرف بكم الاول. اسمك ايه؟ تغريد. منا. انتوا على طول بتيجوا الدار هنا؟ اكيد بنيجي دايما. ايه رايكم في المعامله بتاع الاطفال مع الدادات، والدار عامله معاهم ايه؟ لا المعاملة كويسة، ده حتى الأطفال يقول لهم يا ماما. دايما نيجي هنا المكان نلاقي نظيف، نلاقي الأطفال ما شاء الله برضو نضاف وكويسين. النظام اللي موجود هنا كويس برضو، ميعاد لأكل، ميعاد هنا، لا دلوقتي مذاكرة، دلوقتي نوم، دلوقتي ميعاد الدواء، في نظام هنا موجود برضو كويس قوي. منين وقت برضو كنا بنيجي الزيارة، مش اللي هو لا ما تجيش دلوقتي، لا في أي وقت عادي مفيش مشكلة. دايما مترحب بالزوار اللي هنا. ايه اللي ممكن تضيفيه على اللي هي بتقوله؟ لا هو بجد هم بيعاملونا كويس، حتى لما احنا بنيجي بياخدونا بيقعدونا مع الاطفال وبنلعب معاهم في اوضه الاطفال مخصوص للعب، بنقعد فيها كلنا، والمعامله كويسه والله جدا. اطفال تحس انها بتخطف القلب. جدا ما شاء الله كويسين قوي. لا ما شاء الله. راحه نفسيه. ايوه، لا احنا بنيجي هنا احنا اللي بنفرح والله مش هم. هو اي حد حزين يجي هنا يفرح ويروح تاني. طب لو حبينا نقول نصيحه نقولها لمين؟ نقول للناس تعمل ايه؟ تعالى هنا عشان تفك الكبت اللي جواك. بالظبط، هم يجوا هنا يفرحوا اكتر من كانوا بره، من اي مكان بره بجد. جبران خاطر؟ جبران خاطر كمان انت بتحتاج براحه، بترتاح انت قبل ما تريح الاطفال، انت بترتاح انت اصلا. تيجي هنا تقضي وقت معاهم يبقى احسن برضه. بنقول، انا كنت بقول في المقدمه او في النهايه اللي فاتت ان الاستثمار المادي بيكبر الرصيد المادي، بس ممكن ما يكونش فيه بركه، انما الاستثمار في الحاجات دي ثوابه بيبقى فيه بركه بعد كده. ايوه طبعا، لان ده مهما كان ده يتيم، فيعني ما بالك بقى اللي بيتبرع بمال اليتيم ده. ايوه طبعا، فلا تكره صح. حبينا نقول رساله للناس، نقول لهم انت لما تيجي هنا بتكبر بخاطر طفل يتيم، وبتكبر بخاطر نفسك زي ما كان بيقول الاول، بتفرغ الطاقه السلبيه اللي جواك وتاخد طاقه ايجابيه. حضرتك قلت نقول ايه؟ حتى بتسعد طفل، يعني اسعاد طفل ده حاجه كبيره كمان، ده مش طفل عادي، لا ده طفل يتيم، يعني ما فيش حد كتير حواليه ان هو يفرحه ويلعب معاه، فانك تيجي وتهتم بيه وتفرح بيه، دي تفرحه، دي حاجه كويسه. حتى يكون في حياتك في بركه، في حياتك في سعاده في حياتك، مجرد بس انك رديت طفل يتيم، فدي حاجه كبيره عند ربنا برضو، مش حاجه سهله يعني. مش حاجه. عجبنا وانتوا بتقولوا ان احنا مداومين على الحضور هنا اسبوعيا شهريا حاجه زي كده، ايه الفكره في كده؟ بنيجي نفرح هنا. بنيجي ننبسط وبنفرحوا معانا والله. لو حبينا نقول رساله نقول فيها ايه ونقولها لمين؟ نقول فيها ايه؟ ونقولها لمين؟ نقول للناس اللي قادره ان هي تتبرع للاطفال، اللي قادره ان هي يكون حتى حاجه لو بسيطه تتبرع ليهم باي حاجه، مادي معنوي، تيجي وتتبرع، ما تنساهمش، لان هم مهما كان عامل برضو كبير في الحياه. ما ده طفل صغير. ايوه طبعا، ده طفل كده ما ذنبوش حاجه، فاحنا انت الحمد لله ربنا مديكوا كويس، انت الحمد لله ربنا مديكوا كويس ومعاك، ايه المانع انك تيجي هنا مع طفل وتساعده وتساعده؟ ده ليك انت كمان قبل ما يكون ليه هو، فدي حاجه مهمه برضو ما ينفعش ننساها. اثر عليك المسافه، رساله نقولها للام اللي رمت الطفل ده، نقول لها ايه؟ هو اكيد ايه، هو قسوة والله، الواحد مش عارف ظروف حد برضه، بس اكيد يعني لو هم رموهم كده وهم قادرين ان هم يعتنوا بيهم، فلا حرام عليهم. نقول ايه في اخر اللقاء بتاعنا؟ كلمتين اتنين من الاخر. تعالى بس جرب يوم انك تيجي هنا تقضيه مع الاطفال، حتى لو من غير تبرع، تعالى بس يوم تجرب. مادي خالص، مش شرط يكون مادي، لا هو معنوي بالظبط. احنا بنيجي هنا بشويه بلالين على فكره يعني احنا مش بنيجي بشويه بلالين بس، نلعب بيهم مع الاطفال وبيبقى يوم لذيذ. بتروحي مبسوطين على الاخر. والله فعلا. احنا في شهر مبارك، الصدقه ب10 امثالها، الثواب مضاعف، والله يزيد لمن يشاء، واستثمارك المعنوي هو اللي باقي في الاخر. طب بدل ما تدفع فلوس وانت مش عارف هتحصل باقي ايه، ادفع فلوس هنا وتعالى استثمارها في الاخر، الثواب هيزيد وكل حاجه هتزيد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.